ب250 غرام زبدة تتحصلي على 5 أشكال من الحلويات، وكل وحدة والنكهة تاعها واللون تاعها والشكل تاعها. ب250 غرام زبدة، فقط 250 غرام، دير لك تشكلي بها كيما تبغي. وأنا هنايا في هذا الفيديو عطيتك فقط أفكار، وهاد الوصفة تانيك تجي بزاف بنينة وتجي تذوب ذوبان في الفم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. نبداو على بركة الله في طريقة تحضير هاد الحلوى. هنايا في إناء كبير درت 250 غرام زبدة. هنا استعملت فلوريال. درت 250 غرام زبدة، ضفت لها حبة بيض كاملة، وزدت لها صفار بيضاء، زدت لها هنايا كاس سكر ماشي معمر، كاس تاع ليموناد عادي ما يكونش معمر، وزدت لها تانيك رشة تاع الملح. وراني نخلط في هاد المكونات بالباتور. هنا السكر ما درتش السكر الرطب، هنا استعملت السكر العادي. السكر العادي كيما نقولوا الحلوى تاعنا هنا يكرملها مع مغرف صغيره. هنايا معمره مليح درتها تاع لافاني، ما قلتها لكمش، درت مغرف صغيره ونص تاع لافاني. نعاود لكم المقادير. درت 250 غرام زبده، ضفت لها حبه بيض وصفار بيضاء، مغرف صغيره معمره تاع لافاني، ودرت لها كاس ماشي معمر تاع السكر عادي. خلط المكونات مع بعض، نخلطهم مليح 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 بالباتيغ حتى هذاك السكر يذوب لنا، خاطر هنا ما درتش السكر الرطب. من بعد ما تحصلت على هذا القوام الكريمي، ضفت لها هنايا مغرف صغيره تاع خميره الحلوى، يعني الفرفاره. هنايا بعد ما دخلت، ما درتش الفرينه، دخلت هذيك المغرف الصغيره تاع الخميره، دخلتها في هذا الخليط الكريمي هذا، قلعت شويه وخليتها على جهه. هذيك الشويه تاني غادي ندير بها النوع، يعني غادي نلونها. والجزء اللي خليته في الاناء تاني قسمته على زوج. هنا كيما راكم تشوفوا هذا الجزء هذا تاع العجينه اللي راني نلم فيه، هنا ضفت له المنكه تاع الموز. المنكه اللي تبغوه ديروه. انا المهم هنايا درت المنكه تاع الموز في هاد العجينه اللي راني نلم فيها. دروك راني نلم فيها بالفرينه، تما نزيد الفرينه غير بشويه ونلم العجينه تاعي. المهم هذيك العجينه تجيني شويه صفراء لانه منكه وملون في نفس الوقت. وخرت هذيك العجينه على جهه، وجيت ثاني هنا دروك راني نلم في هذا القسم الثاني من العجينه. هنا ما زدت لها حتى اضافه، هنا غير راني نلم فيها هاد العجينه وصاي. كما راكم تشوفون نلموها طريه، ما نلموهاش حتى تنشف لنا. خليتها تانيك في الفريجيدار، تسمى هذوك العجينتين احتفظت بهم في الفريجيدار. ودروك جيت هنايا نخدم هذا القسم الثالث تاع العجينه اللي غادي نستعمله كويرات. هذا اللي راكم تشوفوا فيه درت مغرف كبيره تاع نواه كوكو، مغرف ولا جوج مغارف تاع نواه كوكو، ودرت لها كاكاو. وراني نلم هنايا بالفرينه كيما راكم تشوفوا. نلم العجينه تاعي حتى تتلم، يعني حتى نشوف هذاك الجوانب تاع الاناء بداو يتنقاو. المهم هنا بديت نخدم في العجينه تاعي. بديت بالاولى اللي كنت دايرتها في الفريجيدار كما العاده، عادي بين بلاستيكين غذائيين نحلوا العجينه تاعنا. دائما نقول لكم بين بلاستيكين غذائيين يعاونكم بزاف، خاصه هذاك البلاستيك الغذائي اللي من الفوق. المهم حليت العجينه تاعي واختاريت هذا الطابع تاع الهلال. المهم الطابع اللي عندك ديريه، انا خيرت هذا الطابع. هاد العجينه هذه عاديه، ماشي العجينه اللي درت لها منكه تاع الموز كما راكم تشوفوا. وقطعت هنايا بالطابع، وراني نرفد في الحبات هنايا بلا كوبات. هذيك لاكوبات تساعدكم بزاف، تخلي الحبات تاعكم محافظه على الشكل تاعها. المهم كيما راكم تشوفوا هنايا، انا هنايا استعملت في هذه العجينه هذه استعملت يعني شكلين، يعني استعملت طابعين. استعملت هذاك الطابع تاع الهلال، من بعد استعملت طابع على شكل زهره كيما راكم تشوفوا هنايا. طابع تاع الزهره هذا هنايا تسمى عجينه واحده، ولكن التزيين تاعهم يختلف. هنا كيما راكم تشوفوا راني نرفد بلا كوبات. لا كوبات بزاف ساعدتني،
وهذه تاع السيليكون هي اللي درت لها المنكه تاع الموز، يعني اللي نكهتها بالملون او المنكه الموز درتها في فضلت نديرها في السيليكون، يعني نوع اخر ونكهه اخرى. من بعد هنايا هاد القسم الثالث ثاني تاع العجينه صاي هادوك طابوا معايا وخرتهم على جهه. دروك جيت هنايا نخدم بهاد الصابلي على شكل معين. هنا كيما راكم تشوفوا عندي جهه مبلعه وجهه فيها ثقب كيما راكم تشوفوا. كي ترفدي بلاكوبات هذيك لاكوبات تخلي الشكل تاع الحلوى تاعك كيما هو ما تخسرلكش. درتهم هذوك لي صابلي تاعي تاع المعينات يطيبوا، وجيت هنايا نخدم بالعجينه اللي نكهتها بنوات كوكو والكاكاو. هنا كيما راكم تشوفوا راني نستعمل فيها على شكل كويرات. هنايا كيما شفتوا باش ندير كيما نقولوا نفس القيس باش يجوني حبه على حبه، عجزت باش نجبد الميزان. هنا يعني بالقبضه تاع صبعي 3 هذوك تما عرفت لا ميزور تاع العجينه ودخلتها تاني كطيب. ودروك حان وقت التزيين. تما خليت هذوك التوعيه تاع الكاكاو يطيبوا وراني نزين كيما شفتوا هذوك تاع السيليكون درت عليهم السكر الناعم، وفي الوسط حطيت لهم كونفيتور منكه بعطر الفراوله. ومن بعد هنايا راني نلصق في حبات الصابلي تاعي تاع الهلال وتاع الورده. تاع الهلال هذوك لصقتهم بالكونفيتور، وهادو تاع الورده راني نلصق فيهم بالكراميل. يعني هنا نحاولوا باش نبدلوا الذوق تاع الحلوى. هنا عجينه واحده بصح باش نبدل النكهات هنا راني نلصق فيها بالكراميل. كيما راكم تشوفوا هنا ندير حبه على حبه ونخليهم ينشفوا، من بعد نكمل التزيين تاعهم. هنا الصابلي تاعي تاع على شكل معينات فضلت ندير لهم هذيك اللي من الفوق، ما بغيتش نخليها بيضاء. انا نموت على الصابلي بالكاوكاو، ما نبغيش هذاك الصابلي اللي يكون سامبل من الفوق. كما راكم تشوفوا هنايا هذوك المثقوبين كاع اللي جايين فيهم ثقب في الوسط ندير لهم الكونفيتور وندير لهم نرمدهم يعني في الكاوكاو، ونرمدهم غير بشويه خاطر كاين اللي كانوا يتفتوا لي باسكو هاد العجينه مهما نوصف لكم تدوب في اليد قبل الفم، يعني تجيب بزاف هشيشه وتجيب بزاف بنينه. المهم هنا كيما راكم تشوفوا هذوك الحبات هذوك درت لهم الكاوكاو رمتهم في الكاوكاو، والان راني تما نلصق فيهم حبه مع اختها حتى نرمد هذوك اللي فيهم ثقوب عاد باش نلصقهم مع هذوك اللي جايين مبلعين. كما راكم تشوفوا هنايا لصقوهم عادي وبحذر شديد، والله العظيم غير كانوا يتفتوا لي في يديا. وهنايا حبات الحلوى تاع على شكل ورده فضلت نزينهم بهذه الطريقه. بعد ما لصقتهم درت الكونفيتور في الجوانب تاعهم، ومن بعد ذوبت الشيكولا بيضاء. كما راكم تشوفوا هذيك الشوكولاته بيضاء، هذيك الشيكولا البيضاء درت لها منكه تاع الكراميل. بعد ما درت لها المنكه تاع الكراميل هذيك الشيكولا البيضاء تاعنا غادي تخسر لنا. نتوما تحسبوها خسرت، ولكن غادي ديروا لها الماء غالي، يعني ماء حامي ساخن جدا، تقعدوا تزيدوا لها بشويه وتخلطوا حتى تحصلوا على القوام اللي راكم باغيينه. وهنايا كيما راكم تشوفوا درت هذيك الشيكولاته البيضاء اللي درت لها منكه تاع الكراميل درتها في الحلوى تاع الورود، والشيكولا البيضاء كنت واحده اخرى درت لها المنكه تاع الفخاز ودرتها في الحلوى تاع الهلاليات. وهنايا هاد الحبات هادو تاع الدوائر هاد الحلوى المكوره هذه جات بزاف بنينه. المزيج تاعها بين الكاكاو وبين نوات كوكو. هنا فضلت ندير لها الشوكولا عادي، شوكولا بنيه، درت عليها تاني نوات كوكو بحكم ان في العجينه تاعها الداخل فيها نوات كوكو. المهم هادو هما الحلويات تاعنا، هذه هي التشكيلات تاعنا. ان شاء الله الوصفات هادو يكونوا عجبوكم. شوفوا هنا درت لهم القطايف في الجوانب، ما وريت لكمش لقطات تاع التزيين. ان شاء الله الفيديو هذا تاع اليوم يكون عجبكم. اشكركم على حسن المشاهده، واللي عجبها الفيديو ماذا بها تفرحني بلايك. القاكم في رعايه الله في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه وتهلاو في رواحكم.